الأهلي توصل لاتفاق مع فان بوميل ووكيل أعماله لتدريب الفريق خلال الموسم المقبل، والخلاف الحالي مع المدرب على المقابل المادي، والأهلي عايز يديله 3 مليون يورو وهو طالب 4 مليون يورو. والأهلي يحاول تأجيل المفاوضات قليلا لحين عودة الكابتن محمود الخطيب من موسم الحج. فيستون مايلي أبدى رغبته للعب في النادي الأهلي، ووكيله تواصل مع الأهلي أكتر من مرة، ولكن الأهلي يفكر في لاعب أصغر في السن، ومطالب مايلي كبيرة وهي الحصول على 2 مليون دولار سنويا. الأهلي يضطر لسداد 200 ألف يورو لنادي تروموسو النرويجي المالك لعقد المهاجم الأنجولي كاموش حتى لا يشكو النادي للفيفا، وذلك بعدما وضع النادي النرويجي بند تحت مسمى غرامة عدم الشراء، وهذا البند يمنحه الحق في الحصول على 200 ألف يورو بخلاف قيمة الإعارة وهي 400 ألف يورو حال عدم شرائه نهائيا من قبل الأهلي. انتقال أحمد نبيل كوكا إلى بيراميدز شبه مستحيل، واللاعب مرتبط بالأهلي، وفي حال عدم تجديده سيتجه للاحتراف الخارجي رغم العرض الضخم المقدم من بيراميدز بقيمة 100 مليون جنيه في الثلاث مواسم. الأهلي يفكر بشكل جاد على ضم خالد عوض ظهير أيمن نادي طلائع الجيش خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية بعدما ظهر بمستوى جيد رفقة فريقه على مدار المواسم الأخيرة. الأهلي سيحسم موقف محمد مجدي قفشة نهائيا سواء بالعودة إلى الفريق أو دراسة عروض رحيله عقب انتهاء أجازة العيد. محترف مصري جديد في أوروبا، انتقال بلال عطية لنادي رايسنج، واللاعب غادر أمس لإجراء الكشف الطبي النهائي، والكشف الطبي النهائي اليوم في الساعة 7 مساء، والإعلان الرسمي عن التعاقد غدا. نادي الشمال القطري يفتح خط مفاوضات رسمية مع الأهلي لشراء أو استعارة محمد علي بن رمضان بنية الشراء النهائي، وبعض الوسطاء يعرضون فكرة إقحام أكرم توفيق في الصفقة لتخفيض مطالب الأهلي المالية. الأهلي يستقر بشكل نهائي على رحيل محمد شكري خلال الميركاتو الصيفي بعد تراجع مستواه مع اتجاه لعودته مجددا إلى سيراميكا كليوباترا وعودة كريم الدبيس إلى النادي الأهلي. تقارير صحفية أردنية تؤكد اهتمام الأهلي بالتعاقد مع صانع الألعاب يوسف أبو جلبوش صاحب القدم اليسرى المميزة والذي لفت الأنظار بشكل مميز خلال الفترة الماضية. وبكده تكون انتهت أخبارنا، وما تنساش تصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فلا خير لمسلم يتجاهل الصلاة على الحبيب المصطفى، وما تنساش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد.